صباح السعادة. لو انت متنكد، زعلان، حزنان، مكتئب، الدنيا مقفلة، هحكي لك عن تجربة شخصية. حاجات فعلا بتخرجني من اي اكتئاب بحس بيه. اولها ان روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان اكثر الناس هما ولم يرى الا مبتسما. برغم من كل الهم والمسؤوليات اللي عليه وكل اللي شافه اللي ما حدش شافه غيره، ولا حتى سيدنا جبريل، كان ولم يرى إلا مبتسما. أنا على طول بيبتسم، فبتكسف من نفسي إيه الهم اللي هيبقى عندي أو المسؤوليات اللي هتبقى عندي أكتر من مسؤوليات النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حاجات بقية الأنبياء والرسل اللي هم كانوا أكثر الناس ابتلاء، أكتر الناس المبتلين اللي عليهم هموم ومسؤوليات الأنبياء. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان هيترمي في النار، أو فعليا كان مرمي في النار، وفي طريقه للنار قال إيه؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. النار ما حرقتهوش. انت ايه الهم اللي عندك اكتر من انك تتحدف في النار؟ حسبنا الله ونعم الوكيل خلت النار ما حرقتش. اكيد حسبنا الله ونعم الوكيل لما هتقولها بيقين زي سيدنا ابراهيم هتنقذك من اي بلوى تانية. سيدنا يعقوب ابو سيدنا يوسف، ولاده الاتنين اتاخدوا منه، اتخطفوا. في هم اكتر من كده في الدنيا. قال ايه؟ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. ربنا رجعهم له تاني، لا ورجع له سيدنا يوسف وهو ايه؟ عزيز مصر، مسؤول كبير. سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مصر هربان من فرعون، والجيش وراه خلاص، والناس اللي معاه بيقولوا له إنا لمدركون، دول هيمسكونا هيموتونا. شافوهم تراءى الجمعان، شافوا بعض وقدامه بحر، وربنا مش قايل له هينقذوا ازاي ولا هيعملوا ايه. انت مهما كان بيطاردك ديانة، بيطاردك ناس محتاجين منك حاجات، عندك مشاكل، مش هتبقى اكتر من ان جيش جاي هيقتلك وقدامك بحر. سيدنا موسى عليه السلام قال ايه بكل ثقة؟ كلا ان معي ربي سيهدين. فقل نضرب بعصاك البحر. تاني، مهما كان همك ومشاكلك ومسؤولياتك والنكد اللي عندك، مش هيبقى اكتر من اللي حكيتهولك عن انبياء الله. قلت لك هم عملوا ايه وصفاتهم كانت ايه. افتكر ده وطبقه بيقين ان ربنا موجود سبحانه وتعالى وفوق الكل واكبر من اي حاجة. صدقني والله العظيم همك هيختفي. صباح السعادة.